للأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات السوريين والسوريات في الوطن والمهاجر، مرحبا. في وقت متأخر من فجر اليوم، ظهر علينا الرئيس السوري المؤقت، فخامة الرئيس أحمد الشرع، بخطاب يفترض أنه هو يخاطب آه، الشعب السوري، وتعليقا على المذابح والمجازر التي آه، يندى لها جبين الإنسانية واقترفها جيشه وميليشياته في محافظة السويداء ضد النساء والرجال والأطفال والعجز. تلك المجازر وثقها عناصر ميليشيات أحمد الشرع أنفسهم بمنتهى الوقاحة والصفاقة، ونشروها على السوشيال ميديا. أحمد الشرع ظهر متأخرا والإعلام السوري في اللحظة والتو بلش يمدح الخطاب. يا زلمة، شو هالخطاب الرائع، شو هالخطاب المتوازن، شو هالخطاب الوطني. وقنوات التلفزة التابعة للسلطة بدأت بضخ الحديث عن محاسن ومفاتن وعجائب ومعاجز هذا الخطاب المهلبي اللولبي الخشبي، الذي لا يختلف كثيرا عن خطابات بشار الأسد في فترات الأزمة. لكن ظهور هذا الخطاب مسجل طبعا وفي وقت متأخر، هذا يعني أنه خضع للكثير من القص والجرح والتعديل والحذف والقصص هاي كلياتها. المهم الكيان الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي لسوريا وللنظام السوري، مفترض طبقا لما سمعناه في هذا الخطاب، هذا الكيان تطالب أحمد الشرع ونظامه، أو يطالب أحمد الشرع ونظامه بالعودة إلى رشدهم. شو يعني رشدهم؟ يعني فترة التعقل هي شو كانت؟ أعتقد أنه الإسرائيليين يطالبون نظام أحمد الشرع بالعودة إلى الوعود أو شيء من هذا القبيل. هذا يعني أنه نظام أحمد الشرع طبقا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه هذا النظام فقد رشده وينبغي أن يعود إليه. أنا ما بعرف أنه هذا النظام متى كان عاقلا متوازنا وطنيا وراشدا، أنا لا أعلم. المهم الإسرائيليين يطالبون أحمد الشرع بالعودة إلى رشده ورشدي أباظة سوريا. فخامة الرئيس أحمد الشرع يخاطب الدروز على أساس، ويمرر تلك العبارة بأنه عادوا إلى رشدهم. في تقديري خطاب الشرع كان موجها لحاضنته بالدرجة الأولى، ويشير فيها إلى أنه قادر وقوي ولم ينسحب من منطقة السويداء مكرها مهزوما. هذا الخطاب كان للتغطية على الفشل، لكن دماء أبناء السويداء وشيوخها ونسائها وأطفالها، شيبها وشبابها، وتلك الجرائم البشعة فضحت وعرت داعشية نظام أحمد الشرع. كما ذكرت خطابه كان خطاب خشبي يعزف على خرافة التقسيم، أنه هو ضد التقسيم ومن هالكلام هاي.
كي يوازن عواطف ال السوريين بأوهام زرعها النظام السابق ويسقيها النظام الحالي. خرافات التقسيم والقصص هاي، وانه على اساس هو نظام وحدوي حريص على وحدة سوريا وعلى عروبة سوريا ورفض الانفصال، والكثير من هاي المزايدات الوطنية الوحدوية اللولبية المهلبية الخلبية، اللي في تقديري الذي كتب لأحمد الشرع خطابه هو نفسه اللي نفشه ودفشه على السويداء وعلى الدروز. ويعني أحمد الشرع كاد أن يفقد العرش الأموي تبعه، العرش المزعوم يعني. لكن من فحوى الخطاب واضح أنه أحمد الشرع ما زال يضع الشيخ حكمة الهجري يكن له العداء والضغينة وقد وضعه نصب عينيه يعني. لماذا؟ يعني لأنه سماحة الشيخ حكمة الهجري لم ينصاع لكل حملات التخوين والترهيب والترغيب التي مارسها إعلام نظام فخامة الرئيس السوري المؤقت الانتقالي، ومارسها الرئيس في خطابه ولو بشكل غير مباشر. لكن في تقديري أنه الخطاب يعني كما أشرت أنه خطاب مفشكل يعني، وينضح بالوعود وانه راح نساوي هيك وراح نحاسب والعنتريات انه نحن قادرين على الحرب وصرفنا اعمارا في خوض الحروب، يعني من الوعود والعنتريات الكاذبه والاصرار على تحميل اسرائيل مسؤوليه فشل حكومته، على انه الإسرائيليين وإسرائيل هي التي تتحمل كل مشاكل ومثالب وعيوب وجرائم وقبائح نظام أحمد الشرع في الساحل السوري وفي السويداء وفي مناطق أخرى. يعني إسرائيل التي معروف يعني ماذا فعلت إسرائيل منذ نشأتها، ولا أحد بإمكانه أن يدافع عن هذه الدولة. لكن خطاب فخامة الرئيس، رخامة الرئيس، هذا الخطاب المفشكل يعني ركز على هذه المسألة، مسألة جعل إسرائيل حجة ودريئة وشماعة كي يعلق عليها أحمد الشرع فشله وجرائم نظامه يعني. في تقديري هذه ليست سوريا، يعني ما هو موجود ليست سوريا بل دولة الميليشيا، دولة أبو الميش، العنصر في جيش أحمد الشرع، اللي البطيحان اللي ظهر في فيديو في منطقة جبلة أنه في قديم الزمان كان هناك مكان اسمه جبلة التعن سلافة. هذا العنصر المتورط والمشترك في المذابح في المناطق الساحل السوري ظهر بمنتهى الوقاحة وحاطط عينه في عين أحمد الشرع، ظهر في السويداء نفس القصة. فإذا كان أحمد الشرع
صادقا في وعود محاسبة الانتهاكات التي حدثت في السويداء، عليه أن يحاسب هذا البطيحان قبل أي شيء. رأيي قبل الخوض في والتعليق على تفاصيل الخطاب أو الخطوط العريضة للخطاب، أنا في رأيي أنه كان هنالك مخطط، وهذا المخطط تبنته حكومة الشرع وتبناه فخامة الهليس الرئيس، ويعني وبعقلية التناحى والتيس، يعني تتيس فخامة الرئيس، ويعني شاف انه التراخي الامريكي والتراخي الاسرائيلي ضوء اخضر لكي ينفذ هذا المخطط البشع الوسخ الذي لم يستهدف فقط السويداء، انما استهدف كل السوريين. يعني أركان هذا المخطط في تقديري سألخص في هذا المخطط في يعني بضعة نقاط. أولا، الضخ الإعلامي الطائفي المشيطن المهول ضد الدروز ومشيخة الزعيم الوطني الدرزي سماحة الشيخ حكمة الهجري. طبعا هذا الكلام لن يعجب شبيحة ونبيحة نظام أحمد الشرع حتى من بعض الدروس. هذا الكلام لن يعجب يعني مثلا نقول يعني أمثال فيصل القاسم أو ماهر شرف الدين أو آخرين من دربكشية نظام أحمد الشرع الضخ. لكن هؤلاء الدربكشية ما فيهم ينكروا عمليات الضخ الإعلامي وخطاب الكراهية والتخوين الذي ما زال مستمرا ضد الدروز. أبناءنا وجزء من المكون، وبيطلع لك وبيحكي كلام معسول ويسبل عيونه رشدي أباظة وأحمد رمزي أحمد الشرع بيسبل عيونه هيك، ولكن تحت الطاولة شيء آخر. يعني هذا الضخ الإعلامي المشيطن ضد الدروز وضد سماحة الشيخ أحمد الهجري كان حكمة الهجري كان يعني مقدمة وتوطئة للهجوم. ليش جرى ويجري استهداف أحمد الهجري؟ وهذا الضخ الإعلامي ربما انطلى أو تأثر به حتى بعض الدروس، لأنه أحمد الهجري بحياته في كل خطاباته لم يطالب بالانفصال، ولم يدعو إسرائيل، ولم يحتمي بإسرائيل. هذا كله كذب، كله كذب عاري عن الصحة. خلي يجيبوا تصريح واحد لأحمد الهجري يطالب بالانفصال أو يطالب بحماية إسرائيل ويطالب بحماية دولية. إطلاقا الزلمة ما حكى عن إسرائيل. والمطالبة بالحماية الدولية هدلون شبيحة ونبيحة ودبيحة نظام أحمد الشرع كانوا يطالبوا بهذه الحماية الدولية من 12 13 سنة قبل الهجري بعقد ونيف. يعني لكن يصار إلى استهداف هذا الرجل لأنه مش بس مرجعية دينية، إنما مرجعية سياسية ومرجعية وطنية، ويطالب بسوريا تعددية لا مركزية. هل مطالب سماحة الشيخ حكمة الهجري تفسد على السلفية الجهادية والإخوان والائتلاف الحاكم في سوريا سلفيين وجهاديين، تفسد عليهم مشروعهم
الفاشي الرامي إلى أخونة أو وسلفنة المجتمع السوري والدولة السورية. الركن الثاني من أركان المخطط، مخطط فخامة الرئيس السوري المؤقت، العمل على استمالة بعض الدروس، العمل على استمالة بعض الدروس وشق الصف الدرزي، وقد نجح يعني قبل الأزمة وحتى بعد الأزمة. لكن الكتلة الاستراتيجية الوازنة في مجتمع الدروز في السويداء بقيت مع سماحة الشيخ حكمة الهجري، وحظي الشيخ ومشروعه الوطني بدعم من الكرد ومن العلويين، ومش مشكلة يعني شبيحة ونبيحة ودبيحة أحمد الشرع خلي يصنفوا هالإجماع الوطني على أنه تحالف الأقليات، يعني تحالف الأقليات تحالف وطني ضد تحالف السلفية الجهادية والإخوان المسلمين. يعني نجح نظام أحمد الشرع في شق الصف الدرزي واستمالة بعض العناصر منهم يعني رجال دين وإعلاميين وربما يعني كتاب ومثقفين يعملون في المؤسسات التابعة لهذا النظام أو الداعمة لهذا النظام. يعني مثل فيصل القاسم، واحد بيشتغل بمؤسسة إعلامية تدعم نظام أحمد الشرع، يعني شاف بعينه المذابح. طبعا بعد الضغط اللي صار عليه كتب كم بوست وأغلق التعليقات، لأنه بيعرف شو رح يجي هجوم من أنصار نظام أحمد الشرع. بس لما يتعلق الموضوع بقصد بيخلي التعليقات والشتائم مفتوحة. الإعلامي المحترم الوطني المهذب المهني فيصل القاسم، هذا الركن إلى حد ما شق الصف الدرزي وتفتيت ومحاولة يعني خطأ فيه نظام أحمد الشرع بعض الخطوات ونجح في بعض التفاصيل. النقطة الأبرز والأهم في تقديري في هذا المخطط القذر الوسخ الدفع بالبدو، الزج بالبدو والقبائل البدوية وعناصر البدوية وغير المنضبطة، لأنه في مشاكل قديمة ما بين الدروز والبدو. أحمد الشرع، نظام أحمد الشرع عزف على هذه النقطة، دفش بالبدو على السويدة ولكي يأتي ويعطي مبرر لفض الاشتباك ويعني فرض السلم والاستقرار على المنطقة، لكي يمنح نفسه التفويض للدخول. فعل ما فعله، زج بالبدو لكي يبرر ويشرعن اقتحامه وغزوته لمدينة السويداء، يعني وكي ينقض على المدينة ويحسم الخلاف. خلاص أحمد حكمة الهجري وأنصاره والموالين له والمدنيين شو بيصير يصير، المهم الموضوع يبقى تحت السيطرة. وأعتقد أن الإسرائيليين كانوا إلى حد ما موافقين والأمريكيين موافقين، لكن الموضوع طال والفظائع ازدادت والإهانات ازدادت، والمجتمع الدرزي في لبنان وفي إسرائيل لم يسكت،
لم يقف متفرجا على ما يفعله أحمد الشرع في السويداء، فغيرت إسرائيل قواعد اللعبة واستهدفت عسكريا. هيك خاف فخامة الرئيس أنه نظامه الهش الطائفي يسقط يعني، فسارع إلى الانسحاب. وهذا الخطاب كان في سياق التغطية والتبرير لعملية الانسحاب، وراح سآتي على ذكر بعض التعليقات على الخطوط العريضة في هذا الخطاب. إذن الركن الثالث العسكري الميداني الاستراتيجي في مخطط أحمد الشرع الوسخ والقذر لاستهداف السويداء كان الزج بالبدو في هذه المعركة، على أنه البدو مسلحين وأحمد الهجري مسلحين، واثنين خارجين عن القانون مسلحين خارجين عن القانون، والدولة تتدخل لكي تفرض وتبسط سلطة الدولة. هذا المبرر العسكري الميداني اتخذه أحمد الشرع ذريعة لكي يشرعن غزوته، لكنه فشل. النقطة الرابعة أو الركن الرابع في هذا المخطط كما ذكرت شراء أو ضمان حياد إسرائيل في هذه العملية العسكرية، والأمريكيين أيضا، على أن تكون المعركة سريعة وخاطفة وقليلة الخسائر. يعني أكيد راح يكون في خسائر قليلة الخسائر، لكن الموضوع ما كان هيك. الموضوع صار يشبه يعني داعش وغزو داعش للمدن، سلب ونهب وتعفيش. ويعني هيئة تحرير الشام تحولت إلى هيئة حلاقين الشام يعني، وبلشوا يحلقوا ويهينوا كرامة العجائز والمسنين من أهل السويداء وقرى السويداء. يعني الهدف كان الإذلال، إذلال يعني كرامة المواطنين والمدنيين الآمنين في هيئة يحلقوا لهم شوارب بتلك الطريقة البشعة التافهة القذرة الوسخة التي ظهر فيها عناصر أمن وجيش ميليشيات أحمد الشرع عديمي الكرامة. يعني من يعاني من نقص في الكرامة أراد أن يسلب أبناء السويداء كرامتهم، وقد فشلوا. راح من راح، استشهد من استشهد، لكن الإهانة هي أن تفرض شروط أبناء السويداء على نظام أحمد الشرع. الأمن العام والشرطة وكل هذه شرط أساسي واستراتيجي لسماحة الشيخ حكمة الهجري أنه يكونوا من أبناء المنطقة. ما يجي بطيحان، ما يجي بطيحان من الدير أو من الرقة أو من الحسكة أو من القامشلي أو من حلب أو من ريف حلب، و كما هو قال يلعن سلاف المنطقة وسكانها الآمنين. لا، نماذج بطيحان هي خلي أحمد الشرع يحطهم بأماكنهم التي ينبغي أن يضعها، يضع هيك عناصر. يعني محرم على دولة أحمد الشرع فخامة الرئيس المؤقت المفدى أنه يفرض على المدينة حتى بالإرهاب، بإرهاب الدولة، بالمجازر. فشل أحمد الشرع
في فرض سلطته وفرض دولته التي يراها على أبناء السبيدة، وحتى ولو كانت الضريبة باهظة والأثمان باهظة، لكن انتصرت السويداء وفشلت ميليشيات أحمد الشرع. ضمان وحياد أو شراء أحمد الشرع لحياد إسرائيل وأمريكا، يعني هذا كمان فشل، كان ركن من أركان هذا المخطط وهو فشل. يعني كيف فشل؟ أنه العملية لم تحقق أهدافها. شوكة حكمة الهجري لم تكسر. المشروع الوطني الديمقراطي اللرزي لم يهزم حتى الآن. لم يعني انتصر في جولة لكنه ولم يهزم حتى هذه اللحظة. هو أحمد الشرع حقق شوية إنجازات كما ذكر، أنه شراء ذمم بعض الدروس من الإعلاميين اللي بيشتغلوا في المؤسسات الإعلامية، تلفزيون سوريا على الأخبارية إذا في، أو قناة العربي أو قناة الجزيرة أو قناة العربية، المؤسسات اللي حاليا تدعم أحمد الشرع ويعني تنشر شوي لضمر الرماد في الأعين، تنشر شوي وتبث شوي من فظائع وجرائم هذا النظام وميليشياته. لكن الفضيحة، يعني الفضيحة الأخلاقية والسياسية الكبرى كانت فضيحة نظام أحمد الشرع. لهيك طلع في تسجيل مصور مقتضب مقتصد في الكلام، وطلع على السوريين وقال ما قال. أعتقد أنه فخامة تناحة السيد الرئيس أحمد الشرع توهم أنه معالجة الأمور ستكون بذهنية التيس، يعني التناحة والعنجهية والإصرار، يعني وفرض الأمر الواقع الداعشي على أبناء السويداء. هذا السلوك سينفعه وهو الأسرع والأجدى لفرض نظام أحمد الشرع على أبناء السويداء. لكنه يعني كما ظهر خسر المعركة، خسر المعركة وخسر أنصاره أيضا المتبقي من ماء الوجه، ولكنهم يخجلون من الاعتراف بالهزيمة. الآن هم في مسعى حثيث ومحموم للتبرير، مثل ما برروا مذابح وجرائم الساحل السوري، الآن هم على قدم وساق، على قدمين وساق، على 3 أقدام وساق، على 4 أقدام وساق في هذا المسعى المستميت لكي يغطوا على المذابح والجرائم التي تجري أو التي جرت في سوريا. تلفزيون سوريا الذي كان ينتقد أحمد الشرع عندما كان أميرا في محافظة إدلب، والبرامج الساخرة موجودة الآن مع الأسف الشديد. تلفزيون سوريا اللي كان عنوانه حرية إلى الأبد، تتذكروا عنوان تلفزيون سوريا؟ حرية إلى الأبد. الآن صار شعار هذا التلفزيون حرية إلى الأبد، في دعم والترويج لأحمد الشرع الأسد والترسيخ نظام حكم. ما عاد في شيء
ناقد، ساخر، شاجب. يعني هذا تلفزيون سوريا، هذا مش ملكية خاصة للسيد الفلاني أو للمذيع الفلاني أو للمحرر الفلاني. ما عاد في شيء، ما عاد هناك النفس النقدي في هذا التلفزيون. قصة الأخبارية ومعاذ محارب والطبل والزمر هي يعني ما عادت بحاجة إلى الحديث عنها، يعني عدا عن القنوات التلفزيون الرسمي السوري والقصص هيك. هذا التحشيد الإعلامي الآن يحاول التغطية على هذه الجرائم وهذه الهزيمة وهذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية والعسكرية والوطنية لنظام وميليشيات أحمد الشرع. في شيء بيجمع ما بين أحمد الشرع وأسامة بن لادن. أسامة بن لادن عندما كان يظهر على الفضائيات وخاصة الجزيرة كان بيحكيك بهدوء وورع وتقى، بيشرشر من ملامحه على أنه زاهد ناسك متصوف، يعني في زهده وتصوفه وتقشفه يزايد على الزهاد والنساك المعروفين في التاريخ الإسلامي. وبيحكي بصوت حنون ومنكسر وهادئ. ارجعوا عودوا إلى خطابات أسامة بن لادن. الكاريزما اللي كانت موجودة عند أسامة بن لادن تختلف عن الكاريزما الموجودة عند الجهادي الآخر وشريكه أيمن الظواهري. الجعجعة والخطاب والصوت المنبري والقصصي. أحمد الشرع في أسلوبه هو أقرب إلى تبني كاريزمة أسامة بن لادن. يحكي بهدوء وروية ووعود وكلام معسول وأبنائنا وحبايبنا ومن القصص هيك. لكن أحمد الشرع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والعسكرية لكل ما يجري على الأرض السورية من اعتداءات إسرائيلية سافرة، من فظائع ومذابح تقترفها ميليشيات هذا النظام بحق المدنيين السوريين. هو الذي يتحمل المسؤولية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا قبل الخوض في الخطوط العريضة للخطاب: حسن الدغيم هل تأكد وتوصل وتبين من حقيقة نسب أحمد الشرع الذي كان يصفه حسن الدغيم بمجهول النسب؟ هذا التوصيف ليس مني بل من حسن الدغيم. أنا أصف أحمد الشرع بين مزدوجين بمجهول نسب على حد قول أصف أحمد الشرع بهذا الوصف على حد قول وتعبير وتوصيف حسن الدغيم اللي حاليا جزء مهم واستراتيجي من هذه الفضيحة ومن هذه الجرائم. هل إذا حسن الدغيم تبين من الأمر وكل الأسئلة والاتهامات التي كان يكيلها إلى أبو محمد الجولاني وأحمد الشرع عندما كان أميرا على محافظة إدلب، تلك الاتهامات والشتائم والإدانات والاتهامات يبدو لي بأنها سقطت. كيف سقطت؟ خلي حسن الدغيم يطلع ويساعدنا ويساعد السوريين ويكشف لنا
عن نسب أحمد الشرع وبطلان كل الاتهامات والشتائم التي كان يقولها حسن الدغيم في حق أحمد الشرع. السوريون بحاجة إلى هذا الجانب، يعني لهذا التبين. يا ريت يطلع ويحكي لنا ويسرد ويشرح لنا الأدلة التي بين يديه والتي جعلته ينقلب على كل تلك الشتائم والإهانات والتوصيفات، ومنها توصيف مجهول النسب، لأنه مش معقول حسن الدغيم وجماعته والموالين له يعني الآن يسيرون في ركب مجهول النسب حسب توصيفه هو. هذا مش توصيفي. ذكر الرئيس السوري المؤقت الانتقالي أحمد الشرع في خطابه الذي بث فجر اليوم في وقت متأخر أنه من ضمن ما ذكره يعني في الخطوط العريضة: سنحاسب كل من أساء وارتكب التجاوزات ضد المدنيين في السويداء. طبعا أنا كيف لي أن أصدقك؟ ساعدني وساعد السوريين على تصديق هذه الكذبة الخرقاء التافهة، لأنه نحن شفناك كيف حاسبت مرتكبين الجرائم في عفرين، في رأس العين، في الشمال السوري، وكيف حاسبت مرتكبي الجرائم في الساحل السوري. بدك تحاسب مرتكبي الجرائم في الجنوب السوري؟ يعني بدنا كذبة تانية. فخامة الرئيس، هذه الكذبة الكبرى بحاجة إلى أسانيد، بحاجة إلى مرجعية في سلوكك وأدائك في التعامل مع المجرمين والمسيئين لأبناء الشعب السوري في الشمال السوري وفي الساحل السوري، لكي نصدقك بأنك سوف تحاسب من اقترفوا الجرائم في مدينة السويداء في حق المدنيين الآمنين. أنت مش قادر تحاسب هذا البطيحان. هذا نموذج من عناصرك. اتفضل روح حاسبه. كان في قديم الزمان مدينة هنا اسمها جبلة، اندعم سلافة صارت صحراء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم تحرير مدينة السويداء من العصابات الخارجة عن القانون، العصابات الإرهابية. تم تحرير مدينة السويداء ولله الحمد بالكامل. أنت مش قادر تحاسب هذا العنصر كمان، وهو يبدو لي كما يقال أنه ضابط في جيشك، عندما يهين أبناء الحسكة، يهينهم أخلاقيا. هذا هو جيشك. أنت مش قادر تحاسب هدلون البطيحانين، ما فيك تحاسبون. فلا تأتي ويعني تسرد على السوريين وعودك الكاذبة فيما يتعلق بمحاسبة المجرمين، لأنه أول واحد ينبغي عليك محاسبته هو أنت. ماذا يقول أيضا؟ يعني لسنا ممن يخشى الحرب، لكننا قدمنا مصلحة الشعب السوري على الفوضى، وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن. واضح أنك لم تكن مع الحرب، واضح من الخطاب الكراهية ضد الدروز في الإعلام الرسمي، من خطاب الكراهية ضد العلويين في الإعلام الرسمي، من خطاب الكراهية
ضد الكرد في الإعلام الرسمي. واضح أنه أنت يعني لا ترجح الخيار العسكري. لا نخشى الحرب، لا يخشى الحرب. الزلمة خاض غمار الحروب في المنظمات التكفيرية والإرهابية في العراق وفي سوريا، وهو لا يخشى. منه خايف من الحرب والمعارك، لكنه رجح يعني هذا الكلام موجه لمين؟ لأهل السويدة، ولمين بالدرجة للحاضنة، إنه نحن مش خوفا من الحرب، لا، يعني قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى، ما بده وكان خياره الأمثل حماية وحدة الوطن. طيب أنت ليش اقتحمت المدينة؟ ليش دفشت دروز، أو ليش دفشت البدو وعناصرك ضمن البدو على الدروز الآمنين في قراهم وفي مناطقهم؟ ليش يلي ما بتخاف الله ولا تخشى الحرب؟ هذه المذابح والمجازر والانتهاكات هنالك عدل إلهي ستحاسب عليه في الدنيا والآخرة. شو كمان حاكي؟ رخامة المصريون بيقولوا رخم، يعني الشخص ده، الراجل ده رخم، يعني الرخامة مش من الرخيم، الرخامة وفق التوصيف المصري. يعني نحن أبناء سوريا نعرف جيدا من يحاول جرنا للحرب ومن يسعى إلى تقسيمنا. اسطوانة التقسيم والخرافات والأكاذيب التافهة التي كان يتغنى بها بشار الأسد والآن يتغنى بها أحمد شرع الأسد. يعني شو كمان؟ سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية. قصة المؤامرات الخارجية وقاموس مصطلح اللي كاتب له هذا الخطاب عايش يعني عقدين ثلاثة من عمره في الدورات التثقيف البعثي، كان رفيق بعثي سابق عتيد، لحتى كاتب له هيك خطاب يغمز من القاموس البعثي. ومسألة المؤامرة، سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين على حساب دماء أطفالنا ونسائنا. أنا صدقتك، بس شوف واحد تاني الأطماع الخارجية. الأتراك شو عم يساووا بإدلب، بريف حلب، بعفرين؟ أنت فيك تحكي كلمتين بحق الأتراك، الدولة التي تحتل أراضٍ سورية ضعف ما تحتله إسرائيل؟ فيك تحكي كلمتين في حق الاحتلال التركي للأراضي السورية؟ أنت لازم تخرس خالص، وبلاها هي ازدواجية المعايير في التعامل مع الاحتلالات الموجودة على الأراضي السورية. بيحكي عن الاحتلال الإسرائيلي وساكت ومتعامي ومتعاون مع الاحتلال التركي. شو كمان بيقول؟ الدولة السورية دولة للجميع وكرامة للجميع وكرامة الوطن وعزته، وحلم كل سوري في أن يرى وطنه يعيد بناء نفسه من جميع. واضح من تشكيلة حكومتك، واضح من الحوار الوطني المزيف اللي انت سويته، من الإعلان الدستوري المزيف والصلاحيات المهولة التي منحت نفسك عبر هذا الإعلان الدستوري. واضح من كل سلوك وأداء حكومتك في الساحل وفي الشمال السوري وفي الجنوب السوري، على أنه بالنسبة لك سوريا غنيمة حرب بتجيب عليها
المجاهدين المهاجرين وتعطيهم مناصب وتسلطهم على الرقاب السوريين. سوريا الآن هي للمهاجرين الأيغور، لأبو دجاجة وأبو دجانة وهالنمر هي يعني الإرهابيين، الإرهابي الأردني والإرهابي المصري والإرهابي الجزائري والتونسي اللي حاليا موجودين في سوريا. سوريا صارت لهم لكنها ستعود إلى السوريين. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن تسمعه. شو كمان؟ كنا بين خيارين: الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروس للاتفاق، فاخترنا حماية الوطن. شوفوا العبارات اللي مضبطين له إياها. يعني كان يعني أنت من كل عقلك عم تحكي إنه أنت مؤهل لخوض حرب مع إسرائيل. يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. يا فخامة الرئيس، أنت شو جاي تهبل على وتتخوث على أبناء الشعب السوري؟ كنا بين خيارين: رايح يحارب إسرائيل في السويدة، روح حارب إسرائيل على جبهة الجولان، روح حارب إسرائيل وحرر أضعف الإيمان الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل فترة، يعني منذ سقوط نظام الأسد وحتى الآن. بدك تحرر إسرائيل من السويدة يا بطل يلي ما بتخاف الحروب؟ يعني شيء مضحك. لا يكون موسى العمر اللي مزبط له هذا الخطاب الخشبي اللولبي المهلبي. كان بين خيار الحرب مع إسرائيل وفسح المجال أمام شيوخ الاتفاق مع شيوخ دروز للاتفاق، فاختار حماية الوطن. دخيلك أنت لما تختار حماية الوطن؟ يعني اختار حماية الوطن. يعني هذا الخيار الثالث تبعه، وافسح المجال للمشايخ الدروس. شق الصف الدرزي، يعني افسح المجال. شو كمان؟ بناء سوريا الجديدة يتطلب منا جميعا الالتفات حول دولتنا والالتزام بمبادئها، مبادئ السلفية الجهادية والعروبة البعثية وبمبادئه، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فردي أو مصلحة محدودة. يا سلام عليك، تقبشني قبوشي فخامة الرئيس. أنت عم تحط الوطن فوق كل اعتبار مذهبي أو جماعاتي، جماعتك أو أهل السنة والجماعة، وجماعتك هي الفصيل اللي أنت تقوده يعني، وفوق كل الاعتبارات الفردية. وأنت حاطط صلاحيات بشار الأسد وحافظ الأسد وخامنئي ورجب طيب أردوغان وصدام حسين وصلاحيات دونالد ترامب وكلهم بإيدك. أنت ما يعني الاعتبارات الفردية أبدا، حاشا وكلا، والمصلحة المحدودة وما بعرف شو، وأنت ترجح كفة الوطن. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. يعني كذب أمام الله وأمام عباد الله وفي ساعات الفجر. كيف الله وعباد الله راح يصدقوك؟ طبعا هنالك من سيقنع الناس أنه هذا الكلام حقيقي. هذه الأكاذيب والافتراءات والأباطيل على أنها حقائق وجواهر خرجت من وعي وعقل سماحة وفخامة الرئيس السوري المؤقت. شو بيقول؟ لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا. يا سلام، أطماع الآخرين في أرضنا.
وسنعيد لسوريا هيبتها، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية. يا عيني عليك عليك وطنية قائمة على الاستبداد والقمع في إدلب قبل أن تصل إلى دمشق، وطنية قائمة على الكذب والافتراء والدجل والأباطيل والتضليل، حديث غزير عن الوطنية والوطن وتمكين الدولة. لكنها الخلفية هذا الكلام المذابح والمجازر اللي شفناها في الساحل السوري وفي الجنوب السوري، واستهداف المسيحيين. ويعني نحن على مقربة طبقا للخطاب الكراهية الموجه ضد قسد وضد الكرد ومكونات منطقة الجزيرة، لربما نكون على مقربة من فضيحة جديدة من فضائح نظام أحمد الشرع. في تقديري هذا النظام الانتقالي المؤقت سقط أخلاقيا عندما اقترف القمع والاستبداد في حق أبناء إدلب، وعندما مارس الإرهاب في رأس العين، وعندما برر وشرعن الاحتلال في عفرين، وعندما اقترف المجازر في الساحل السوري. طبقات السقوط الأخلاقي والإداري والعسكري والسياسي لهذا النظام سميكة. كانت آخر الحلقات، ومش آخر الحلقات، يعني الحلقة ليست الآخرة، يعني الأخيرة وليست الآخرة، ما حدث في السويداء. طبعا هنالك أشخاص باعت ذمم، باعت ضمائر، وباعت كلام في الوطنية. المتاجرين اللي بتشوفوهم في الإعلام الرسمي يحاولوا يرقعوا ويجملوا ويمكيجوا هذا المخطط الوسخ القذر البشع الذي يستهدف سوريا والسوريين من قبل نظام وميليشيات أحمد الشرع مجهول النسب، دائما حسب توصيف حليف مجهول النسب حسن الدغيم. أكتفي بهذا القدر، وأعتقد أنه يعني كان خطابا لا يستحق حتى صرف كل هذا الوقت. على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. دمتم بألف خير.